اهلا وسهلا فيكم. قصتنا لليوم هي خلاف بين اب واب. يا مصطفى انت قديش لك تارك البيت ومقاطعه لابوك؟ 3 شهور. وما اتصلت عليه ولا حكيت معه ولا مره؟ حاولت كتير. وهو رافض هذا الموضوع؟ ايه. طيب شو سبب المشكله والخلاف اللي بيناتكم؟ هلا بس يجي ابوي رح تفهموا كل شيء ورح تتاكدوا انه انا معي حق. طيب نحن رح نحاول نصلح بيناتهم. الاب يتفضل. اهلا وسهلا فيك عمو، انت اكيد متفاجئ ليش موجود. قالوا لي في مسابقة لمن سيربح المليون. مين قال لك؟ ما بعرف، جاري ابو احمد قال لي. لا استاذ انت مخربط، نحن هون ببرنامج المسامح كريم. وشلون يعني؟ استاذ انت في حدا مزعلك صح؟ شو عرفت؟ انا 1000 مرة قايل لها لا تطلعي اسرار البيت لبرا. مين هي؟ البقرة ام اسماعيل اللي عندي بالبيت. استاذ انت فهمتني غلط، هلا في واحد تاني مزعلك صح؟ مين؟ ابنك الوحيد مصطفى. شو؟ طلع علي لا تجيب لي سيرة هذا المغضوب لاني بتنكرز وقت اسمع اسمه. استاذ طيب كرمال هالدا يعني مبين انه الخلاف كبير كثير بيناتكم، نحن هلا رح نزيل الستار واتمنى انك تتمالك اعصابك. خلص كرمالك ما راح احكي شيء. ولك حيوان انت هون. طول بالك بابا، كل شيء منحل. استاذ طيب ممكن تفهمونا شو سبب الخلاف بيناتكم، لاني لحد الان انا والمشاهدين مثل الاطرش بالسفه. لك يا استاذ، معقول انا يوم الجمعة بارك بالبيت والله اعطاني شو اسمه يقول لي شو يعني شو اسمه؟ شو؟ ولك معقول ما بتعرف شو اسمه؟ لك ايش يعني شو اسمه؟ مشان الله فهموني. لك طلع سلم قلعه من البيت 3 اشهر لله ما بيعرف ايش يعني شو اسمه. طيب استاذ نحن هلا سمعنا منك، خلينا نعطي فرصه لابنك مصطفى. مصطفى احكي لنا اذا في شيء مضايقك. لك يا استاذ هذاك اليوم بارك بامان الله ما شفت ابوي جاب العصايه وصار يضربني. ليش؟ لانك حرامي. طب بحزين شو قال لي؟ شو؟ قال من 5 سنين ليش رسبت الصف التاسع؟ ليش انت صرت بالصف التاسع؟ يا استاذ انت بجوز تشوف الموضوع عادي، تعال احكي لك على الكبيره. طولوا بالكم يا جماعه، هو انتم معكم حق بس بالاخير بضل ابنك وانت بتضل ابوك. انا غيرت تليفوني وجيت قلت له افتح لي حساب تيك توك وقال لي بده كلمه سر. ايش يعني كلمه سر؟ ايش يعني كلمه سر؟ ايش يعني؟ لك يا بابا والله نسيت، صار له شغله 13 سنه. روح شوف من خالتك سليمان، كل يوم بفتح حساب جديد لابوه، من يومين حكى معي من حساب اسمه ساره، طلع بيعمل فيني مقلب. بدي اياكم تتصالحوا، اذا تصالحتوا في جائزه. جائزة؟ باري ضل ابني. خلص ابني سامحتك، قوم جيب المصاري تعال. اعزائي المشاهدين مثل ما شفتوا ما لا يحله المال يحله الكثير من المال.